مرحبا بكم عشاق الكرة المغربية، وخصوصا عشاق القلعة الحمراء. هل أنتم مستعدون لمعرفة أحدث المستجدات حول فريقكم المفضل الوداد الرياضي؟ صفقة قوية في الأفق، قرارات مثيرة للجدل، وانتقادات للإدارة، تفاصيل حصرية وتحليل معمق ستجده معنا في هذا الفيديو. لا تفوتوا أي لحظة. نبدأ مع الصفقة التي ينتظرها عشاق الوداد بفارغ الصبر. الحارس الدولي المغربي منير المحمدي يقترب من الانضمام إلى القلعة الحمراء. الوداد توصل إلى اتفاق نهائي مع نهضة بركان في خطوة تعد إضافة نوعية لحراسة المرمى. المحمدي بخبرته الكبيرة مع المنتخب المغربي وأدائه الرائع في السنوات الأخيرة سيكون بلا شك إضافة قوية للفريق، خاصة مع اقتراب مشاركة الوداد في كأس العالم للأندية. أما عن جماهير الوداد فهناك خبر أثار جدلا واسعا. نادي المغرب التطواني أعلن رسميا منع تنقل جماهير الوداد لحضور المباراة المرتقبة بين الفريقين. القرار يأتي بهدف الحفاظ على الأمن والتنظيم، لكنه قوبل باستياء كبير من أنصار الفريق الأحمر. هل ستؤثر هذه القرارات على دعم الجماهير للفريق في المباريات القادمة؟ شاركونا آراءكم. وأخيرا، انتقادات حادة وجهت لإدارة النادي بقيادة الرئيس هشام آية منا. قدماء لاعبي الوداد ومنخرطو النادي عبروا عن استيائهم من بعض القرارات الإدارية التي يرون أنها ساهمت في تراجع أداء الفريق. فهل نحن أمام مرحلة تحتاج إلى إعادة ترتيب الأوراق داخل البيت الأحمر؟ كانت هذه أبرز مستجدات نادي الوداد الرياضي. صفقة جديدة، قرارات مثيرة للجدل، وانتقادات تحتاج إلى حلول. كيف سيؤثر كل هذا على مستقبل الفريق؟ هل يستطيع الوداد تجاوز التحديات والعودة إلى القمة؟ ننتظر تعليقاتكم وآراءكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء في فيديو جديد قريبا.